السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كاملين بخير. اليوم راح نشوفوا كيف كانت حياة كريستيانو رونالدو قبل شهرته وقبل ان ينتقل الى فريقه الحالي. كيف اصبح مشهورا؟ هل كان يحزن عند خسارة فريقه؟ وهل نال لقب البكي في فريقه؟ سنعرف على حياة كريستيانو رونالدو قبل الشهرة وقصة نجاحه المذهلة. ولكن قبل بداية الفيديو لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كنتم تشاهدون للمرة الأولى لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تنسوا متابعتنا على حساباتنا السوشيال ميديا الفيسبوك تيك توك. كريستيانو رونالدو الذي يبلغ الآن ولد في جزيرة ماديرا التابعة للحكم البرتغالي، وكان والده جيستر ستياتو يعمل كبستاني قديم، وكانت والدته تدعى ماريا. أحباه والده كثيرا منذ الصغر لأنه كان الطفل الأصغر في العائلة. سماه والده رونالدو بهذا الاسم نتيجة حبه لوالده للرئيس الأمريكي السابق رونالد ريكي. عاشت عائلته حالة سيئة من الفقر، ولكن لم يكونوا بحاجة لأي شيء. وكان رونالدو يقول أن أول هدية أخذتها من والده هي كرة قدم، ولا زلت أحتفظ بها إلى الحين. ويقول رونالدو: دائما ما أتذكر لاعبي القديم في الشوارع ولن أنساه أبدا. وكان رونالدو من حبه لكرة القدم الشوارع ينسى وجبته الغذائية تماما ويبقى جائعا لمدة اليوم لحبه الكبير لكرة القدم. ويقول والد رونالدو أن رونالدو كان ضعيفا جدا في المستوى الدراسي، إلى درجة أنه يهمل دروسه ويلعب كرة القدم. وكان عندما يحضر واجباته يتسلل بكرة ويقفز من النافذة ليذهب يلعب كرة القدم في الشوارع مع أصدقائه. وحين بلغ رونالدو 8 سنين شاركه والده في أكاديمية كرة القدم للأطفال. وحين بلغ رونالدو السن 10 كانت تمثل له كرة القدم الرقم 1 في حياته. وحين أصبح رونالدو في السن 10 من عمره وقع رونالدو أول عقد في مسيرته، وكان مع النادي ناسيونال في ماديرا. وبعدها بالتقريب في عامين حين أصبح رونالدو عمره 12 سنة أجرى خطوة في حياته، وهي أن يبتعد عن أهله تماما. وحين انتقل من جزيرة ماديرا نحو العاصمة البرتغالية لشبونة، تخيلوا في سن 12 من عمره قرر ترك والده وعائلته والانتقال من جزيرة ماديرا نحو العاصمة البرتغالية لشبونة لإجراء تجارب البدنية في نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي. وفعلا أقنع الفريق وتم قبوله وتم توقيع أول عقد في رونالدو في مسيرته مع راتب سنوي صغير. بإمكانه أخذ عائلته من مكان ووضعها في مكان آخر. وقرار تركه لعائلته قرار صعب للرغم من وحدته وابتعاده على عائلته. حتى بعامين وبالتحديد في العمر من 14 سنة بدأت تظهر علامات التميز على كريستيانو رونالدو. وكان حينما ينتهي من تدريبات سبورتينغ لشبونة يقعد في الملعب ويتمرن لوحده. في نفس الوقت تم طرد رونالدو من المدرسة تماما بسبب مشكل بينه وبين الأستاذ لم يقل رونالدو لحد الآن. ومع مرور الزمن مرض رونالدو بالقلب، وبالتحديد مرض اسمه تسارع نبضات دقات القلب. إذا كانت الصدمة في رونالدو، وكان هذا المرض يوقف مسيرة الدون للأسف، حيث اتصلت إدارة نادي سبورتينغ لشبونة بعائلة رونالدو، حيث قررت إدارة نادي سبورتينغ لشبونة التكفل بالعملية الجراحية لرونالدو، حيث تم العلاج برونالدو. ومن العملية بالليزر تم تحسين دقات قلب رونالدو وليكون رونالدو في جسم سليم. ولما تم عمره 16 سنة تم استدعائه لأول مرة لفريق سبورتينغ لشبونة الأول، وقد أعجب به المدرب نازلو بوليني ليكون معهم في فترة إعداد ما قبل الموسم. لعب رونالدو مع الفريق الأول 31 مباراة، سجل فيهم 5 أهداف وصنع فيهم 6. والآن حانت اللحظة التاريخية في يوم 6/8/2003 مباراة ودية تجمع ما بين سبورتينغ لشبونة ونادي مانشستر يونايتد. حين الوقت ابتسم الحظ لرونالدو. ومباراة تجمع ما بين مانشستر يونايتد أرقص لاعبي اليونايتد رقص. في ذلك المباراة انتهت الفوز لصالح سبورتينغ لشبونة 3 أهداف مقابل هدف. وفعلا بعد 6 أيام فقط، ويعني بتاريخ 12/8/2003 تم التوقيع على رونالدو بشكل رسمي 17 مليون باوند، وذلك أغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي للاعب المراهق. أولا ما وصل رونالدو إلى الفريق طلب الرقم 28. وليش 28؟ لأنه رقم القديم في سبورتينغ لشبونة، فقالوا لا لا لا، نحن نعطيك اللي أفضل منه، رقم 7 للأسطورة بيكام الذي قبل 24 يوم انتقل لفريق ريال مدريد. الآن
دعنا نحكي لكم شو حقق رونالدو ألقاب مع الفريق مانشستر يونايتد، سواء ألقاب فردية وألقاب جماعية. جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2008، لاعب العام في إنجلترا لسنة 2006 2007 و2007 2008، هداف الدوري الإنجليزي موسم 2007 2008 ب 31 هدف، هداف دوري أبطال أوروبا ب8 أهداف في موسم 2007 2008، بطل دوري أبطال أوروبا سنة 2007 2008، وبطل الدوري الإنجليزي 3 مرات على التوالي موسم 2007 2008 2009، بطل كأس العالم 2009، وجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي موسم 2009، بطل كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2004. حيث في صيف 2009 خسر مانشستر يونايتد لقب نهائي دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة 2-1، حيث ريال مدريد حدد هدف التعاقد مع أفضل لاعب في ذلك العام 2009 دون كريستيانو رونالدو، وبعد 8 سنوات من صعود هذا الرقم انكسر الرقم القياسي لأغلى لاعب في تاريخ الدوري الإسباني هو زين، حيث انكسر الرقم بعد دخول رونالدو إلى الدوري الإسباني، حيث ريال مدريد طغى وتجبر رونالدو وحقق كل الألقاب الممكنة. لاعب رونالدو مع ريال مدريد 438 مباراة، سجل فيهم 450 هدف، أكثر مباريات، وصنع 132 هدف، ساهم ب 582 هدف في 438 مباراة. ألقابه مع ريال: أولا جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 4 مرات غير الأولى 2013 2014 2016 2017، وحقق جائزة الفيفا لأفضل لاعب 2016 2017، وجائزة الويفا للاتحاد الأوروبي 3 مرات 2014 2016 2017، وكان هدافا للليغا 3 مرات، وهداف دوري أبطال 6 مرات، وهداف كأس العالم للأندية مرتين، ولاعب العام في إسبانيا مرتين عام 2012 2013 2014، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات 2014 و2016 و2017 و2018، الدوري الإسباني مرتين عام 2011 2012 و2016 2017، كأس ملك إسبانيا مرتين 2014، وكأس السوبر الإسباني مرتين، وكأس العالم للأندية 3 مرات 2014 و2016 و2017، كأس السوبر الأوروبي 3 مرات، وتوج بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا 3 مرات. طيب ننتقل للمرحلة الأخيرة قبل نهاية هذه الحلقة، وهو انتقال رونالدو الصادم لليوفنتوس سنة 2018، حيث لعب مع اليوفنتوس 132 مباراة، سجل فيها 101 هدف وصنع 26 هدف. كل هذه الأرقام كلاعب وصل للنادي وعمره 33 سنة، أرقام إعجازية.